فيلم بايوند ذا ريتش. تبدأ قصة الفيلم ويا شخص اسمه بين، ونشوفه وهو يمشي بالصحراء وسط الحر والعطش، وبعدها يقعد من نومه وهو خايف، لكن يعرف هذا مجرد حلم، ويقوم ويلبس ملابسه ويوقف يم الشباك ويشوف حبيبته واقفة برا، ونعرف انه حبيبته اسمها لينا، وبين يروح يم لينا ونشوفه وهو لابس السلسلة اللي انطته اياها حبيبته، ولينا تقول له انا انطيتك السلسلة لانه جدي وصاني انه اذا حبيت شخص انطيه هاي السلسلة، وبعدها تعوفه وتروح تبدل وتحضر الجنطة مالتها، وتقول له انا راح اروح ارجع للمدينة لانه اكو جامعة قبلتني وانا ما اقدر اعوف الجامعة، وهو ما عنده خيار غير يوافق، لكن يبين عليهم وهم ضايجين ومقهورين لانه ما راح يشوفون بعض الفترة كلش طويلة، وقبل لا تروح بين ينطيها صندوق، وهذا الصندوق بمسدس، ويقول له احتفظ بهذا المسدس كذكرى من عندي، ولينا تاخذ المسدس وتركب سيارتها وتروح، وهنا لما يدخل بين البيت يسمع رسالة اجته من حاكم المدينة، ويقول له انه لازم يجي لان هو عنده موضوع وياه، وهنا بين يستجيب للرسالة ويروح، وبعدها نعرف انه حاكم المدينة هو رجل طيب ودائما ينقذ الناس ويدور على المفقودين بالصحراء ويلقاهم ويقدر يرجعهم لاهلهم سالمين، ويروح بين المكتب حاكم الصحراء، واول ما يقعد بين يجي رجل الاعمال اللي اسمه جون، وهو يجي حتى يصيد الحيوانات الشرسة بالصحراء، وحاكم المدينة يطلب من بين انه يروح ويا جون حتى يدليه على الصحراء ويصيد الحيوانات، وبين يسأل الحاكم على تصريح الصيد لانه الصحراء ممنوع يدخل لها اي صياد بدون تصريح، فالحاكم يقول له انا شفت كل الاوراق اللي تثبت التصريح مال الصيد، وبين يوافق يروح وياه، بس يكون عنده شعور ما يخليه يروح، لكن هو يتغلب على هذا الشعور، وبهاي الاثناء يطلع من مكتب الحاكم، وجون يقول له انا وياك راح نروح بهاي سيارتي، وبعدها يشوف السلاح اللي راح يستخدمه بالصيد، ويبدا جون يتكبر على بين بالفلوس والسلاح والسيارة اللي عنده، لكن بين ما يهتم لهاي الامور، ويركبون بالسيارة ويروحون للصحراء، وبالطريق جون يحاول يكسب ثقة بين ويبقى يشاقى وياه، وبعد اكثر من محاولة بين قدر يضحك، وجون اعتقد انه هو قدر يكسب ثقته، وبهاي الاثناء بين يطلع صورة لينا حبيبته ويشوفها لجون، ويبدأ يحكي عنها وعن حبه إلها، ويقول له انه هي راحت للمدينة على مود تدرس بالجامعة، وهم ما راح يتشافون المدة طويلة جدا، وجون يتأثر بقصتهم، وبهاي الاثناء يوصلون للصحراء ويوقفون السيارة يم مكان هم راح يصيدون بيه، ولما تصير الدنيا ليل يعلقون النار ويخيمون، ويبقى بين يحكي عن حياته، وجون يقول له انا مستغرب لانه انت ما عرفت هاي الصحراء وكملت دراستك، فبين يقول له انه امه وابوه كانوا يشتغلون بالبحث وانقاذ الناس، وكانوا ينقذون الحيوانات من الخطر بالصحراء، لكن بيوم من الايام كانوا راكبين سيارتهم ورايحين باتجاه الصحراء، لكن هنا سيارتهم تعطلت، وهم بقوا بالصحراء ينتظرون انه احد يجي يساعدهم، لكن ما حد قدر ينقذهم، وماتوا من وراء الحر الشديد والجوع والعطش، ويقول له انه بس هو اللي بقى عايش بيهم، وهو بقى هنا على مود يبقى متذكرهم وما ينساهم ابدا، وبعدها يخلصون الحكي ويتعبون وينامون، ولما يجي ثاني يوم ياخذون اسلحتهم واكلهم ويدورون على حيوان على مود يصيدونه، ويبقون يمشون شويه لما يشوفون مكان التدريب استخدام الاسلحه، ويبقى جون يتدرب ويرمي بالرصاص، وبين يعصب ويقول له ان الحيوانات راح تنهزم من وراء صوت الرصاص، لكن جون ما يهتم إله ويكمل طريقه، وبعدها يروحون وراء صخور هوايه ويثبتون اسلحتهم ويبدون ينتظرون اي حيوان يمر على مود يصيدونه، وبين يسأل جون على تصريح الصيد مالته، فجون يحاول انه يغير الموضوع، لكن بين يرجع ويسأله نفس السؤال، وجون يطلع له فلوس ويقول له اخذ هاي الفلوس ولا تسأل هذا السؤال بعد، وبالفعل بين ياخذ الفلوس وما يسأل اي سؤال، وبهاي الاثناء جون يشوف شيء يتحرك من بعيد فيقرر يضربه، وبالفعل يضربه، وبسرعة يروح يركض وهو متحمس على مود يشوف شنو اللي صاده، ولما يوصلون ينصدمون لان هم ضربوا رجال، وهذا الرجال بين يعرفه واسمه تشارلي، ويحاول بين يسوي له تنفس اصطناعي بس تشارلي يكون ميت، وبين ينقهر وينهار وهو بصدمة جدا قوية، وجون يبقى متوتر وما يعرف شنو يسوي، لحد ما بين يقول له لازم اخذه للمستشفى اللي بالمدينة باسرع وقت، وجون يوافق وينطيه سويتش السيارة على مود يروح يجيبها حتى ياخذون تشارلي للمستشفى، ولما يروح جون يطلع التليفون ويتصل على واحد يشتغل وياه ويحكي له اللي صار وياه بالحرف الواحد، ويقول له لا تقول لاحد وانه هو راح يحل الموضوع بنفسه، وجون ياخذ سلاح بين ويضرب طلقه براس تشارلي، وهنا لما يوصل بين يسمع صوت الرصاصه وينزل من السياره وهو مصدوم ويروح ويركض على تشارلي، وهنا يشوف جون وهو قاعد وما مهتم للجريمه، وبين يسال جون ويقول له سويت، فجون يحكي وياه بكل برود ويقول له هذا الموضوع ما ينحل، وهو صار معقد اكثر
من اللازم. وبين يقول له ليش صار معقد، فيقول له انه الشرطة راح تشوف انه اكو طلقتين براس تشارلي وكل طلقة من سلاح مختلف، وهم اكيد راح يقولون انه هذا مو مجرد حادث وانما قتل متعمد، لانه جون ضربه طلقة بقلبه وبين ضربه طلقة براسه على مود يتأكد انه هو مات. وبين يكون داخل بصدمة كلش قوية، فبين يقول له انا راح اقول الحقيقة وراح ادافع على نفسي، وشي اكيد هم راح يحققون ويعرفون كل شيء، وانا ما راح انسجن لانه انا ما سويت شيء. فجون يقول له حتى لو حققوا احنا الاثنين راح ننحبس لانه الرصاصة ما طلعت من سلاح واحد وانما سلاحين. فيقول له فكر بالموضوع وانسى كل شيء صار، وراني راح اغير حياتك 180 درجة وراح اتكفل بكل مصاريفك واخليك تدرس ويا لينا بنفس الجامعة وانطيك كل شيء تحتاجه كل شيء تؤمره، بس تنسى الجريمة اللي صارت. وجون يمد ايده ويقول له وافق وراح اخليك اسعد انسان. وبالفعل بين يمد ايده ويصافحون وياخذون جثة تشارلي ويدفنوه، ولما يخلصون يروح جون على مود يغسل ايده من الدم، وبين يقول له انا راح اروح اجيب المي ونشرب. وبهاي الاثناء يروح بين للسيارة ويطلع من جنودته جهاز يخليه يتصل بالدعم ويقدر يرسل رسالة للشرطة، بس قبل ما يدزها للاسف جون يجي ويشوف الجهاز ويرفع سلاحه على بين ويقول له ذب الجهاز لو يصير مصيرك مثل مصير تشارلي. وهنا بين يخاف ويتوتر ويذب الجهاز من ايده، وجون يبقى يحكي عليه ويقول له انزع ملابسك وحذائك، ويقول له انا راح اخليك تمشي بالصحراء وراح اخليك تموت من شدة الحرارة مثل ما ماتوا اهلك من شدة الحر والجوع والعطش. وجون يقول للبين انه راح يقول للشرطة انه هو قتل تشارلي، ويقول له انا راح اقول لهم انا اخذت السيارة وانهزمت. وبين يحاول انه يقنعه ويقول له لا تسوي هيجي وما راح تستفاد اي شيء، ويقول له من نوصل للمدينة نقول للشرطة انه هي مجرد حادثة ومو قتل متعمد. لكن جون يأمره انه يمشي بالصحراء ويضرب رصاصة بصف رجله، وبين يخاف كلش هواية ويبدا يمشي بالصحراء وهو يبقى يمشي بدون حذاء لحد ما تبدا رجليه تتجرح وتنزف دم من شدة حر الرمال. وجون يمشي وراه بالسيارة وهو منتظره يموت من ورا الحر والعطش، لكن بين يكون عنده اصرار وقوة تحمل، وجون يبقى يمشي ورا بين لحد ما بين يغافله ويقفز بمكان جون ما يقدر يشوفه بسبب الصخور والجبال العالية. وبين يحاول يضم نفسه من جون، فلما ينهزم من جون يعصب كلش هواية ويبقى يدور عليه، بس اول ما يقرب من يم بين يلقى حفرة ويقتل بيها، ويعرف جون انه بين دخل بالحفرة وبقى يفتر بسيارته على مود يدور عليه. وبعدها بين يلقى نفق ويحاول يوخر الحجرة بايده وبالفعل ينجح، ولما يدخل يكتشف انه هذا المكان هو منجم للفحم، ويكون هذا المنجم هو تشارلي اللي كان يشتغل بيه. وبين يدخل بغرفة المنجم ويشوف انه موجود صورة هواية لحبيبة تشارلي، ويشوف صورة إله هو وتشارلي، فينقهر ويلزم الصورة ويقول انه راح يخلي جون يندم على اللي سواه بتشارلي. وبعدها يلبس حذاء وبنطلونه ويلقى خريطة الصحراء اللي راسمها وياخذها وياه. وبهاي الاثناء جون يشوف منجم قريب على الحفرة اللي دخل بيها بين، ويعرف انه هو متواجد بهذا المكان. ولما بين يسمع صوت سيارة جون يدخل مرة ثانية للحفرة، وهنا لما جون يدخل للمنجم يشوف المنجم مليء بالمتفجرات، فياخذ واحدة من عندهن ويشعلها ويذبها يم الحفرة. وجون يركض ويطلع من المنجم، لكن هنا بين يشوف المتفجرات ويحاول يطفيهن لكن ما يقدر، وبسرعة يطلع من المنجم، واول ما يطلع تنفجر المتفجرات وراه. لكن هنا نشوف جون وهو منتظره ويقول له طلع اللي بجيبك كلهن، فلما يطلعهن بين يلقاهن فراغات ويقول له هسه انزع حذائك، ويخليه يمشي مرة ثانية بالصحراء. وهنا بين يدخل بحفرة ويلقى مكان غريب، فيشوف قنفة او يبدا يقطع بهاي القنفة وياخذ الاسفنج اللي بيها ويلفها على رجله، لانه هو ما يقدر يمشي من كثرة الجروح اللي صارت برجله. وبهاي الاثناء جون يقول لبين انه اذا ما طلع من الحفرة راح يجي ويقتله، لكن بين يطلع الخريطة بدون ما جون يشوفه ويبقى يدور على المكان اللي تشارلي ضام بيه المي والاكل. وبعدها يوصل المكان تشارلي دافن بيه صندوق، ولما يفتح هذا الصندوق يلقى بيه صور ويلقى بيه جوز ودعابل، فهو ياخذهن وياه، ويلقى ورقة ثانية مثل خريطة وهي الدليل على مكان ثاني. وبعدها ياخذ دبة بيها مي ويشرب شوية من عندها، لكن للاسف جون يشوفه ويضرب طلقة بالدبة وتنزرف ويوقع كل المي من الدبة. وبين يبقى يمشي بالصحراء ويكون مرهق وما عنده اي طاقة من شدة الحر والعطش، وجون يبوع عليه وهو يشرب المي وهو فرح باللي دا يصير بين. ويبقى بين يمشي لحد ما يتعب كلش هواية ويوقع على الارض ويغمى عليه. وهنا يجي جون على مود يشوفه اذا مات لو بعد ويضرب طلقة بصفه، لكن بين ما يتحرك ولا سنتيم. وجون عرف انه
بين مات من الحر والعطش، وركب سيارته وطلع تليفونه وبدأ يحكي ويا نفس الشخص اللي يشتغل عنده ويقول له أنا حليت الموضوع، ويبقون يتفقون انه يسوون صفقة ويا الصينيين حتى يروحون فلوس هواية. بهاي الاثناء نشوف بين هو ما ميت، وهو بقى يتذكر مكان كان يجي بيه هو ولينا ويسبحون بيه، ويفكر انه يمكن بهذا المكان يلقى المي، فيستعيد نشاطه ويروح يركض على المكان اللي يكون قريب كلش من عنده. وجون يلاحظ انه بين ما موجود، فيطلع المنظار مالته ويشوفه، ولما يشوفه يضرب رصاصة عليه على مود تجي بيه، بس ما قدر يصيبه لانه بين كان يمشي بشكل متعرج، ويركب سيارته ويمشي وراه، وبين ينهزم ويبقى يتسلق الصخور الكبيرة الحل ما يوصل للحفرة ويدخل بيها، بس للأسف ما يلقى المي لأنه المي شح بسبب الحر، فيتعصب كلش هواية ويبدأ يصرخ من العطش، وبعدها يستسلم للأمر الواقع فيبقى بالمكان وما يطلع أبدا. بهاي الأثناء نشوف جون وهو ما قدر يتسلق الصخور، ويبقى يهدد بين على مود يخليه يخاف ويطلع، لكن بين ما طلع. ولما يجي الليل بين يشوف شيء يلمع، ولما يروح له يشوف فتحة صغيرة وبيها مي، ويفرح كلش هواية ويبدأ يشرب من عندها ويستعيد طاقته ونشاطه. فهنا لما استعاد طاقته قرر يقتل جون وياخذ حق شارلي، ويطلع الدعبلة والجوز ويبقى يتدرب على استخدامهن، ويطلع بين من المكان بدون ما يشوفه جون، ويروح ويقتل ورا صخرة، وبعدها يشوف جون نايم وهو شبه بعيد عن السيارة، فبين يستغل الفرصة ويروح يم باب السيارة ويفتح باب السيارة بهدوء على مود جون ما يسمعه. ولما يصعد ياخذ تيشيرته، بس للأسف جون يقعد، وبين يروح ويقتل ورا السيارة بدون ما جون ينتبه عليه، ويجي جون ويفتح باب السيارة ويشغل الضوء مالتها، ولما يريد يسد الباب الضوء ما ينطفي، ويحس انه اكو شيء غريب بالسيارة، ويروح على الجهة الثانية من الباب ويشوف الباب ما مسدود، ويعرف انه بين كان موجود بالسيارة، وبعدها يتأكد 100% انه بين ورا السيارة بعد ما سمع حركة صغيرة، ويشغل السيارة ويرجع لي ورا على مود يدعمه، لكن هنا بين تكون ردة فعله سريعة وينام جوا السيارة وما يصير له اي شيء. وهنا جون يشوفه وهو يريد يدوسه بالسيارة، لكن بين يوخر بسرعة لحد ما جون يبقى يضرب طلقات حتى يقتل البين، لكن ما قدر يصوبه وسلاحه يخلص رصاص، فبقى يعبي السلاح، وهو يعبي سلاحه بين يطلع الجوز والدعبلة ويضرب جون براسه، وبعدها جون يغمى عليه لانه كانت الضربة جدا قوية. ولما يجي ثاني يوم يقعد جون من الاغماء ويشوف نفسه وهو مربوط بالسيارة، ويشوف بين هو دا يشرب وياكل وهو فرحان لانه قدر يسيطر على جون، فيركب السيارة ويسمع الموبايل وهو يدق، وبين ما يهتم له ويشمره من الشباك، ويبدا جون يهدد بيه ويقول له انا راح اقتلك، وحتى لو انت وديتني للشرطة وحكيت كل شيء ما حد راح يصدقك، وراح يقولون انه انت مؤلف هذا الشيء، ويقول له اذا عفتني هسه فانا راح انطيك $1,000,000. لكن بين ما يهتم وياخذه ويروح للمدينة، ويدخل بين المركز الشرطة، وبقى يحكي اللي صار وياه الحاكم الصحراء، وحاكم الصحراء يقول له انا عرفت انه انت اخذت رشوة من جون على مود يروح يصيد بدون اثبات وتصريح للصيد، فبين يقول له هذا صحيح، والحاكم يخلي بين بالسجن. وبعد مرور ساعات قليلة الحاكم يجي عليه ويقول له ايش قد عرض عليك جون، وبين يقول له عرض علي $1,000,000 واني ما وافقت، والحاكم يقول له انت حاليا حر وروح شوف حياتك، ويعرف بين انه هو صدقه. بهاي الاثناء بين يشوف على اللابتوب صورة جون، لكن هنا يسمع صوت طيارة هليكوبتر، وبين يركض على الصوت، لكن يشوف جون وهو ينهزم وما تلقى العقاب اللي يستحقه، ويحاول يوقفه لكن ما يقدر. وبعد مرور ايام بسيطة بين يروح للمدينة اللي ساكنة بيها لينا، ويقول لها كل شيء صار وياه، ويقول لها انه هو يحبها هواية وما راح يعوفها ابدا، وهو قرر يبقى يمها وما يرجع للمدينة اللي كان بيها مرة ثانية. ولما يجي الليل وينامون بين يحلم انه جون اجاهم بسيارته، فيشيل السلاح عليه ويريد يقتله، لكن هو يفز ويقعد من الحلم وهو خايف، بس يعرف انه هو كان مجرد حلم. ولما يريد ينام يلقى جون قاعد على الكرسي قدامه، ويقول له جون انا كنت افكر بيك وحبيت ازورك، فيرفع عليه السلاح ويريد يقتله، لكن هنا نشوف لينا وهي قاعده وهي قدرت تسمع كل شيء، وتمد ايديها جوا المخده وتطلع المسدس اللي انطاهياه بين وتضرب جون بطلقه، وبعدها بين ياخذ المسدس من عندها ويضرب اكثر من طلقه على جون، وقدر يخلص عليه ويقتله. ولهنا